بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين، وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مخلل اللفت لرمضان، مش هياخد مننا اسبوع وهتاكلي منه. هنجيب اللفت بتاعنا زي ما احنا شفناه كده، وهنغسله وننقعه في المية لان بيبقى فيه طينة ماسكة في العيدان بتاعته، فهنفصص العيدان ونغسلها كويس قوي. بعد كده هناخده بقى في طبق او في مصفى حسب ما تحبي، بس في الطبق لان احنا في الطبق هنضيف عليه المكونات اللي احنا هنحطها له. بعد ما نقلنا اللفت في طبق غويط، هنجيب 4 حبايات فلفل أخضر من الحامي. لو انت مش عايزة ممكن تستغني عنهم بفلفل من العادي، بس عشان الشرش بتاعنا ان انت بتعمليه لأول مرة فهيديكي طعم يغير من الشرش ومن طعم اللفت، فهيديكي الطعم يكون حلو ان شاء الله، وهتاكلي احلى لفت تخلليه بايديكي. بتضيفي برضو كمية الملح المناسبة لكمية اللفت اللي انت عاملاها، وبتضيفي معلقة شطة، برضو ممكن تستغني عنها لو انت مش بتحبي الحاجة الحريفة. هنقلب بقى الملح وضفنا فص توم، هو فص توم واحد عشان يغير طعم الشرشة بتاعتنا زي ما احنا بنقولها، لان انت كده بتعملي شرشة جديدة، فدايما الشرش الجديد ويا المخلل الجديد بيبقى لها طعم مختلف. فعشان يبقى الشرش داير معاكي لازم يبقى فيه مكونات تانية مع الحاجة اللي انت بتخلليها. احنا هنا بنخلي اللفت بس، فضفنا له 4 حبات فلفل والفص الثوم. بعد كده بقى بتضيفيه في البرطمان وبتزيديه المية، وبرضه بنعمل حسابنا ان المية ما تكونش لاخر البرطمان، لان اللفت هيطلع برضه معاكي مية وهتملي البرطمان، وبألف هنا وشفا.